هاي هنا عزيزتي ورا ما 3 أيام وضعته بالثلاجة واخذ النكهات والطعم. هذا الليمون المخلل، شوفوا شلون شكله وملمسه كأنه الزبدة بالضبط، ما اقولكم على الريحة والطعم الرائع. هاي ورا ما كبسته 3 أيام بهذا الشكل بالطريقة مالته. أرجو منك الاشتراك بقناتي ومتابعتي، وأكون ممنونة منك. مرحبا أعزائي المتابعين وحبيباتي، اليوم راح أسوي لكم المخلل الليمون أو مجفوس الليمون. وهذا الليمون عراقي، يعني ليمون بلدي، حجمه يكون صغير وطعمه يكون جميل جدا. أول ما نبدي هنا خالين إحنا هنا مي، بس ما نريد نخلي هواي مي، مقدار كوبين مي، ونضع الليمون لمدة 5 دقائق فقط من فوران، يعني غليان. أول ما خليناه نحسب 5 دقائق. هنا ورا ما مرت 5 دقائق بالضبط، شوفوا شلته من المي. هنا راح أخليه ورا ما أضعه أنشفه من هاي، أخلي المي مالته لين راح استفاد من عنده. فأبقيه لحد ما يبرد، والليمون لحد ما يبرد، وأسوي الحشوة وياكم. وبهاي الطريقة بقيهن تقريبا بحدود نصف ساعة لأن يبردون وأقدر أستخدمهم. وهذا المي مالته شوفوا بعد ما ضب الطعم مالته. هسه راح أخليهن على جنب لحد ما يبردن. شوفوا شلون صار، يعني ملمسه يخبل، وأكيد لأن ليمون بلدي رائحته رائعة. هنا رح نجي على الحشوة اللي حنحشي بيها الليمون. هنا عندي جزراية وسط بارشتها، وهنا عندي فلفل أحمر البارد، يعني أنا ما أحب الحرارة، اللي يحب الحرارة يقدر يضع حرارة. فحجم كبير ضربتها بالبلندر فصارت وسط، ما أريدها كلش ناعمة. وهنا عندي العصفر، هاي كمية طبعا يعطيها نكهة رائعة بهاي الحشوة. فهنا العصفر بمقدار ملعقتين طعام. وهنا عندي حبة السودا ملعقة واحدة. وهنا راح أضع الملح ملعقة واحدة، ما أريده كلش مالحة، عمود أقدر إنه أستخدم المي مالته استفاد من عنده، وكلها أقدر أستفاد من عندها ويعطي طعم جميل جدا. هنا ورا ما خبطته وكملته. هنا ورا ما مرت نصف ساعة بردت، هنا عندي العلبة الزجاجية اللي حأضع بيها الليمون. وهنا الليمون برد، شوفوا بهذا الشكل. راح أحشيه بهاي الحشوة سويتها، يعني مقدار قليل أقدر أخلي بهاي الطريقة والكمية. هنا ورا ما أكمل هنا استخدمت كيلو ليمون، يعني هاي الكميات كلها لمقدار كيلو ليمون. بعدين أصفطها بالفازة الزجاجية أو العلبة الزجاجية اللي راح أحتفظ بها بالثلاجة. هنا راح أحشيه كله بهاي الطريقة. وكمية يعني راح تكون جيدة، تضعيها أحسن ما تشترين من السوق بشي غالي وما تعرفين إيش مستخدمين بيه. إنتي بإيديك وبالبيت يكون أجمل ونكهته أضبط، ومتأكدة من نظافته وجماله. هاي هنا راح أرصفها بشكل جيد. الكيلو، هاي العلبة أنا استخدمتها هي تكفي كيلو كامل، وحسب العلبة اللي عندك.
هنا ورا ما كملتها. طبعا هاي الحشوة اللي راح تبقى ما اذبها لان راح اضعها بالعلبة، بس دا اراويلك شلون رصفتهن كلهن وشلون رتبتهن بالعلبة. هنا هذا المي اللي قلتش اللي راح نستفاد من عنده، مي اللي فورنا بيه الليمون. شوفوا حتى شكله لونه اصفر لان ذب النكهة بيه. وهنا عندي ليمونتين، يعني ربع كوب همنا ليمون، عصير ليمون. وهنا عندي ملعقة طعام ملح. وهنا عندي راح اضع خل همنا ربع كوب خل. أنا استخدمت هنا عندي خل التفاح البيتي، انتي تقدرين تستخدمين إذا ما عندك خل الأبيض نفس الكمية حسب الخل الموجود عندك المتوفر. وهنا راح أضع تقريبا بحدود ملعقتين ويا السائل زيت الزيتون. وهنا كله راح يصير هذا الخليط اللي راح أضعه أو السائل هو مال الكبس الليمون. بعد هذا هنا المواد شلون ذبت المي مالتها الحشوة. هنا راح اضعها. قلت لك هاي المقادير الكيلو ليمون، اذا تريدين اكثر تقدرين تزيدين بالمقادير. هنا ورا ما وضعتها بهذا الشكل كلها. اضغط بشكل خفيف، يعني ما اريد قوي على مود يعني الليمون هنا عندنا تقريبا مستوي، فما اريد يكون شكله غير جميل ومجعوص. هنا هذا السائل راح اضعه. هنا تقريبا المي الليمون صار بحدود كوب. وهنا المي اللي يبقى زايد يعني ضميه بالثلاجة، لين ورا ما تستخدمين الليمون راح يبقى مكان فارغ، فما يصير لازم الليمون على طول يكون مغطى بالسائل، فيعني لا تذبيه تستفادين من عنده بعد فترة. هنا ورا ما كملتها راح اغطي الوجه بزيت الزيتون. وهنا راح اغطيه واضعه بالثلاجة لمدة 3 أيام، ورا 3 أيام استخدمه وبالعافية. يكون طعمه كلش لذيذ. ورا 3 أيام بالثلاجة استخدمه، وهذا يكون شكله النهائي.